ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم نعمل كده غدا هيك، في شوربة وفي حاجات كده. أكل مصري يعني، شوربة بيضة يعني أكل مصري. الدجاجة المرة دي خليتها زي ما هي. الدجاجة بتاعتي في حدود كيلو إلا ربع، كيلو إلا ربع. غسلتها كويس. البنت الصراحة هي اللي غسلتها ونظفتها كويس. وبعد كده نقعها في اللي هو الدقيق والليمون والملح، وبعد كده رجعنا ايه مصمصناها تاني بالمية. بعمل لها المرتة. انا صغاري ليبيين بس يحبوا المرتة، اللي هي بصلة زي اللي هي قدامكم هادي، اللي انا بعمل فيها بصلة وفلفل اكحل وملح وبدعك كده فيها، وبعد كده بحشيها بالمرتة، يعني بالبصلة والفلفل الاكحل والملح جوه دجاجة نضيفة زي القشطة قدامكم. هي ما فيهاش احشاء ولا فيها اي حاجه، نطلع كل حاجه حتى ما بين الفخاده، هي تبقى زي الكبده هذه، طلعوها حتى هي. هذه الانثى تبعهم برضك بتتحط كده وتتبل مع بعض، وما بين الجلد تحشي ما بينها المرتة برضك. تاخدي الدجاجة كده تبقى، اللهم صل على النبي، مسكرة كده مسكرة، فهمتي؟ التبلة وصلاها لكل مكان. هنا بقفلها كويس عشان تطلع بنت ناس محترمة كده، ولما اروحها ومحترمة زي ما انتوا شايفينها كده. المية المغلية على النار. المية المغلية مع النار هحط فيها، هسقط فيها الدجاجة، واحط سفناري اللي هو الجزر يعني المتقطع، وهحط الطماطمية 4/4، واحط بصل مبشور وفلفل اكحل بقى والملح وورقة غار، قرنفل، حبهان، جوز الطيب، يعني الحاجات اللي تخلي ايه نكهة الشوربة حلوة، وفي نفس الوقت الريحة وهي بتغلي هيك، يعني تبارك الرحمن، فهمتوا عليا؟ الأكل اللي يقوت المعدة بمعنى الأصح يعني. خلاص كده هحط بقى ايه المنكهات، وهغطي عليها ارجعها لورا. هنا اتلكعت شوية. كنت عايزة اعمل الشوربة اول حاجة عشان اسقي بالمرقة بتاعتها البازيليا، لاني مش عايزة احط لحمة الايام هذه خالص. اللحمة نبعد عنها، لاني طلعنا من طلعة عيد لحمة ومش عارفة ايه، وبعد كده بعدنا عنها لما الولاد قالوا نقرض وحاجات زي هذه. وفي البحر ما مشينا برضك، كنا مبكبكة باللحمة، فالواحد ايه. وصغاري اصلا محببين الدجاج اكتر من اللحم. انا عندي البنت هي اللي تحب اللحمة زي ابوها، اللي هي سوسو، اللي ديما تسمعوا صوتها ديما تفصى زي ابوها بمعنى الاصح. المهم انا حطيتها ورق الغار، قرنفل، فلفل اكحل، هحط الحبهان معاكم والملح كل شيء، وهخليها تغلي وترجع لورا. فين هادي؟ انا الصغار حواليا مش عارفه اتكلم خالص منهم. اهدوا بقى، خليني اكمل بقى. اهو. آه. وعندي اخيرا ولدي الصغير اشترك في خلوة، يعني بيمشي الجامع الصبح، بيحفظوا القرآن زي ما انتوا شايفين وسامعين كده. يضربوا بعض. امتى المدارس تيجي؟ احنا عاوزين المدارس في حياتنا كل يوم. خلاص كده اديها تقليبة بقى وغطي عليها وبراحتها. جامز بابا هي. هغطي عليها خلاص. هنا في الطنجرة هادي طبعا، هو بصوا هما نضوا من النوم، بيفطروا. بس بابا بقى حبيبي يتعاركوا بقى. جايالك باهي. فطروا زي ما انتوا شايفين، هم بيضيعوش وقت صغاري، زي ما انتوا شايفين الدحي على النار، كل واحد طب نعمل فطور جماعي، لا احنا عايزين نعمل مفصدح. حمرت البصلة زي ما انتوا شايفين، البصلة والفلفل، حطيت عليهم السفناري والجزر يعني بالبسلة او البازلياء او هيك. في ناس يقولوا بسلة، في ناس يقولوا بازلياء اللي هي بازلياء.
بازيليا زي ولدي ما قال لي بازيليا. هذه 2 شوربة ماجي بس صغيرين هما. هشوحهم مع بعض كده، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة طماطم اللي هي الحكة اللي هي صلصة، يعني معلقة صلصة أو معلقة معجون الطماطم كيف ما تفهموا معناها عليا. خلاص كده اتشوحت. وين ماشي؟ صلي ان شاء الله يديمك كده في حياتي. حطيت على فكرة هما بيروحوا يصلوا عشان بعد كده يهربوا من الحوش، يعني عشان يطلعوا يلعبوا في الشارع. هما بيستغلوا ان انا بكلمكم ومهربانين على الشارع على طول، يقولوا رايحين نصلي. حطينا معلقة طماطم وربنا هو اللي شاهد عليهم، وربنا هو اللي هيعذبهم، كدابين. جاء مستوي لغاية ما نكمل مطلعش. المهم حطينا معلقة طماطم، هنحط رشة السكر أكيد، فلفل أكحل، مش هنحط ملح لأن احنا حطينا مكعبين ماجي. حطينا الشوربة تبع الدجاجة وهي مظبوطة ملحة، يعني مش هنحط ملح. حطينا 2 معلقة بابريكا أو معلقتين شطة بتوع ناس زمان، زي ما احنا كنا بنسمع ما سمعنا كلمة بابريكا لما كبرنا. كده وديها تشويحة، وهنزل عليهم بقى بالشوربة بتاعت الدجاج. على فكرة أنا فصلت لغاية ما الدجاج استوى معنا، فهمتوا عليا؟ يعني ما خليتهاش لا تغلي غلوتين وحط الشوربة، لا، لأن الدجاج استوت معناها طابت، وحطيت الشوربة تبعها. هحط الشوربة. اهي الشوربة بتغلي قدامكم زي ما انتوا شايفين. هنا بحاول ان انا ما احطش المنكهات اللي هي طالعه معايا في الشوربه، فعشان كده كل ما تيجي عليا حاجه في الشوربه بلوح اليمه التانية. اهي زي هادي حبهان هي نزلت مني. هزود نصها شوربه ونصها ميه، فهمتوا عليا؟ لان بقيه الشوربه اللي في الدجاجه هعملها شوربه لسان العصفور، شوربه بيضه يعني. والصراحة وانا بسجل لكم دلوقتي، يعني انا بعمل الاكل بصوره وبحطه على طول في نفس الوقت. وبسجل لكم على الفيديو بعد ما نجيب السفرة طول، فالبيت فضي من الاكل معنا، يعني الغدا تم في نفس الوقت. اللهم لك الحمد. خلاص هزود بقى المية وهغطي عليه. البازليا دي متفرزة من عندي من رمضان، يعني كنت عاملة كمية كبيرة. والجزر بحطه طازة، يعني طازة في نفس الوقت بحط الجزر، مش مفرزة معاه. كده خلاص غطينا عليها. نعلق بقى على الرز بالشعرية. هنحط الزيت بتاعنا وهنحط الشعرية ونحط الرز. خلاص يعني فهمتوا عليا؟ يعني بنات صغيرين يعرفوا حتى يعملوا الرز عادي. انا بقول لكم اول مرة عملته، اول مرة يعني امي خلتني اخش على الاكل، ويا ريتني ما كنت اتعلمت. يا ريتني فعلا والله، حتى انا صغاري يقولوا لي نفس الحركة، يا ريتني ماما ما قلنا لك احنا بنعرف عشان ما تخليناش نخش نعمل الاكل يعني مكانك وكده. آه قلت لها ماما انا هعمل الاكل. كان ساعتها انا لسه فاكراها رز بالشعرية وفاصوليا بيضة وباللحمة وبتنجان مقلي وحاجات زي هذه، فهمتوا علي؟ اول مرة. وماما
يعني كان في حاجة في كده عند خالتي، فهي راحت تشوف وأنا قاعدة أنا مع بابا. بابا وقف معايا إيه يشوفني، وبابا شاطر كان في الأكل حتى هو ربي يرحمه ويسامحه يا رب. فقلت له إيه رأيك يا بابا أخش أعمل الأكل؟ قال لي ماشي خش. فحمرت زي كده الشعرية زي ما بشوف ماما بقى كده، حمرت الشعرية وحطيت الرز، بس حطيت معيار المية أكتر بشوي، فطلع إيه معجن شوية، مش كتير لا معجن شوية، مش زي اللي احنا بناكله مفلفل كده فهمتوا. فتاني مرة بقى طلع معايا 100%. أخويا الكبير قال لي قال لي تعرفي تطلعي من المطبخ تاني أعمل وأسوي فيكي بمعنى الأصح بيهددني، يعني خلاني أنا بقى أنا اللي ابتدي أعمل الأكل فهمتوا. يعني تنظيم وسفرة تتحط كويس، أكل كده في أطباق كويسة خلّاني أتدبّس بقى من ساعتها، ما طلعتش من المطبخ من ساعة ما قُلت أنا هاخُش، لغاية ما اتجوّزت في بيت عيلة وطلعت من بيت عيلة، استقريت في بيت بروحي، لغاية دلوقتي شغّالة في الكوجينة، بس حرام بنتي الكبيرة بقى دبّستها زي ما أنا اتدبّست، بس دبّستها على كَبَر يعني، مش زي وأنا صغيرة. فهذه قصتي مع الرز. أو إيه؟ لأ أنتِ مش أوي زي أختِك الكبيرة. صراحة كلمة حق تتقال، هي فالحة، هي تشوف الوصفة تشوف الوصف ها معلش صغيرة اتبهدل ليه الله خليها عايش حياتي هادي هادي هتخش، هادي الصحيفة بتاعتها هتطلع الأسبوع الجاي يوم خميس، يوم عاشورا، يوم عاشورا يوم 5/7 هتطلع الصحيفة اللي هي الشهادة، يعني الشهادة الإعدادية عندنا في ليبيا. إيه مو هيك؟ لأ 5 قالوا هيك يوم عاشورا. بايرة بمعنى الأصح ما بتعرفش تعمل حاجة ما بتعرفش تعطيها تكلم صاحباتها بس، لكن هناك لا. والبنت الكبيرة تبارك الرحمن تشوف الوصفة تطبقها. خلاص كده كملنا الرز. أنا هنا بحمر لسان العصفور. فضحنا روحنا وطلعناكم كل أسرارنا على اليوتيوب كل مدى بحس إن أنا إيه بفضفض معاكم فهمتوا. أنا من النوع اللي أنا يعني مش بصاحب حد ولا من الجيران، مع إن الجيران تبارك الرحمن معانا وكويسين وكل حاجة، لكن أنا إيه من النوع اللي إيه في بيتي ومع أولادي وصحابي هم أولادي بس. هنا هحط الشوربة على لسان العصفور. خلاص كده أكل تم. أما الدجاجة حطيتها في القلاية الهوائية ما حمرتهاش، أنا كان خاطري أحمرها بالسمنة والزيت وكده، فقلت لأ معناها خليها خفيف، الأكل خفيف اليوم صحي كده وخضرة وحاجات وشوربة، لأ المفروض بقى إيه أحطها في القلاية الهوائية. رشيت عليها رشة زيت بسيطة كده ورحت إيه حطيتها في القلاية الهوائية، هتشوفوها كيف متحمرة تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ربي يحفظكم ويبارك فيكم وفي حفظ الله. مع السلامة.